السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وبسلام يا رب دايما. النهاردة حلقة جديدة من برنامج اتعلم كمبيوتر مع احمد رفعت. هنتكلم في حلقة النهاردة عن الفلاشة. عن ايه في الفلاشة بالظبط؟ عن ان انت لما بتيجي تدخل الفلاشة في جهاز الكمبيوتر بتاعك وما قريتش معاك او ظهر اي خطأ او ايرور اثناء تشغيل الفلاشة على جهاز الكمبيوتر او اللابتوب بتاعك. طيب، فما ظهرلكش رسالة الايرور دي او النوتيفيكيشن اللي اديتها الفلاشة. طيب، علشان نظهر الرسالة ديت هنتكلم النهاردة ازاي نقدر ان احنا نظهر الرسالة دي، لان الرسالة دي مهمة وهي اللي بتعرفك الايرور بتاعك فين او المشكلة ظهرت فين وانت بتدخل الفلاشة بتاعتك في جهاز الكمبيوتر. طيب، هنعملها ازاي؟ يلا بينا نشوف هنعملها ازاي، واتمنى الفيديو يعجبكم. من عندنا التاسك بار بتاعنا او شريط المهام، بندوس على ستارت. وبعد ما ندوس على الستارت، قائمة ستارت، طبعا انت عارف ان هي ليها زرار في الكيبورد، فانت تقدر تدوس على علامة الويندوز هيفتح لك قائمة ستارت. بعدين بنخش على السيتنج بتاعتنا. بمجرد ما بنخش على السيتنجز بتاعتنا بنخش على بيفتح لنا السيتنجز بتاعتنا زي ما احنا شايفين، بتلاقي كلمة devices بتخش عليها. طيب، بمجرد ما تخش على كلمة devices بتلاقي الأجهزة بتاعتك اللي موجودة على الشمال، سواء كانت بلوتوث، برينترز، ماوس، تاتش باد، تايبنج. طبعا كل ده configuration. انا هدور على كلمة USB. طيب، دورت على كلمة USB هلاقي هتفتح لي الكونفيجريشن بتاعتها. هتلاقي فيها كونفيجريشن واحد مكتوب اللي هو notify me if there are issues connecting to USB devices. بمعنى اديني اشعار لما اجي اوصل USB اي جهاز USB سواء كان فلاشة ماوس وحصل مشكلة في الكونكشن او مشكله ان هي ما قريتش، فاديني نوتيفيكيشن او اشعار بالايشوز او الايرور اللي طلع. هنعلم عليه علامه صح. انا عندي اهو مش موجود، يعني انا كنت بحاول ادخل فلاشه ما ظهرت ليش، فما كنتش عارف فين المشكله بالظبط. ف قررت ان انا ادور على المشكله واحلها. لقيت علشان احل المشكله محتاج اعرف ايه المشكله، وده هيبقى من النوتيفيكيشن بتاعتها. فهعلم علامه صح على النوتيفيكيشن، وبكده لما اجي ادخل فلاشه او ماوس او اي يو اس بي ديفايس وظهر لي ايرور ان هو يشتغل معايا، فهيبان معايا الايرور في نوتيفيكيشن هتطلع لي هتقول لي عندك مشكله مثلا في الدرايفر بتاعها، عندك مشكله مثلا ان هي تالفه، ما جهازك ما قدرش ان هو يتعامل معاها، وايا يكن المشكله اللي هتظهر ونحلها. اتمنى الفيديو يكون عجبكم. ما تنساش طبعا تشترك في القناه وتدعمنا بالشير واللايك والسبسكرايب الجميل، وقول لنا في الكومنتات هل الخاصيه دي كانت متفعله عندك ولا لا. ولو عندك اي سؤال سيبه لنا في الكومنتات وهنرد عليه باذن الله. شكرا جدا ليكم وشكرا لحسن استماعكم.